تخيلتم يوما أن ومضة ضوئية واحدة قد تغير مستقبل الاتصالات في العالم؟ في زمن تتسابق فيه الدول للسيطرة على تكنولوجيا الكم، يأتي فريق من الباحثين بقيادة العالم المصري الدكتور محمد ثروت حسن ليضعوا العالم على مشارف عصر جديد وصف بأنه قفزة فيزيائية نحو المستقبل. بحسب دراسة نشرت في دورية لايت ساينس اند ابليكيشن، تمكن فريق العالم المصري وأستاذ الفيزياء بجامعة أريزونا من توليد أسرع ومضات ضوئية كمية في التاريخ. لا ترى تلك الومضات بالعين المجردة، فهي بارقة وخاطفة وأسرع من أن تلتقط، وتقاس بوحدة تعرف باسم الأثوثانية، أي جزء من مليار من الثانية. تتيح هذه الومضات الدقيقة تطوير التكنولوجيا الاتصالات والتي ستكون آمنة لا يمكن اختراقها حتى بأقوى الحواسيب بحسب الدورية ذاتها. مشاهدينا، توجت مسيرة العالم المصري بجوائز عديدة، من بينها جائزة الابتكار لعام 2025 من جمعية علم الميكروسكوب الأمريكية تقديرا لجهوده في تطوير أسرع مجهر في العالم. معنا من ولاية أريزونا العالم المصري محمد ثروت حسن، أستاذ الفيزياء بجامعة أريزونا. أهلا ومرحبا بك. يعني دكتور، في البداية الإنجاز الأخير تحدثت عنه الدوريات العلمية وتحدثت عن توليد أسرع ومضات كمية ضوئية في التاريخ قد تمهد لاتصالات لا يمكن اختراقها. هذا تعبير يدغدغ الخيال فعلا، ولكن حدثنا أكثر عن مزايا هذا الابتكار وكيف يمكن لهذه التقنية أن تجعل التشفير أكثر أمانا. اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. هو في الحقيقه البحث ده احنا بنشتغل عليه من كذا سنه. بدانا من سنتين ان احنا نحول نبضات الليزر في الفيمتوثانيه او في الاتوثانيه ان هي تقدر تشيل داتا او تقدر تشفر عليها داتا في شكل ديجيتال، يعني بشكل 0 1، ولكن ده كان على الضوء العادي. وبالتالي كان في إمكانية إن حد ممكن يقطع الاتصالات اللي هي بتستخدم الضوء العادي من غير ما طرفين الاتصال يقدروا يعرفوا إن في حد بيتسلط على هذه الاتصالات. طيب، أنتم تعملون على مستوى زمني فعلا لا يمكن تخيله، فكيف يدار هذا العمل البحثي شديد التعقيد، وكم استغرقكم الوصول إلى هذه النتيجة أو هذا الابتكار؟ لا، الحقيقة أنا شغال في علم الأتوثانية من حوالي 15 سنة، من لما انضميت لمعهد ماكس بلانك في ألمانيا للحصول على الدكتوراه. فبالتالي عندنا خبرة كويسة في المجال بنشتغل على البحث اللي خرج الأخير من مدة سنتين تقريبا، وفيه بنقدر نغير خواص نبضات الليزر الأتوثانية والفيمتوثانية إن هي تحمل خواص كمية. وتقدر الخواص الكمية ديت بيتم التحكم فيها بمبدأ هايزنبرغ اللي هو اكتشف سنة 1900 أو طلعه هايزنبرغ سنة 1927. وبالتالي بيكون عندنا خواص كمية للليزر بيتم اكتشاف فورا إذا تم التلاعب بها أو قطع الاتصال عن طريق تغير هذه الخواص. وبالتالي يقدر طرفي الاتصال يقدروا يعرفوا إن في حد بيحاول يتسلط على هذا الاتصال ويقفل الاتصال فورا. زائد فكرة إن إحنا بنقدر نحمل على الليزر، والبحث ده اتنشر من 3 سنوات، معلومات بشكل كبير جدا وبسرعة البيتا هرتز، بسرعة فائقة جدا. فبالتالي بنقدر نستخدم الحاجات الجديدة اللي في العلم، وده علم جديد اسمه Ultra Fast Quantum Optics أو علوم الضوء الكمية فائقة السرعة، وده علم جديد وتعتبر البحث اللي احنا نشرناه ده واحدة من أوائل الأبحاث في هذا المجال. طيب دكتور، بصفتك عالما مصريا يقود فريقا دوليا في واحدة من أهم الجامعات وأكبر الجامعات الأمريكية، كيف ترى هذا الإنجاز من زاوية تمثيلك للعلماء العرب على الساحة العالمية؟
الحقيقة في احنا شايفين طبعا بصمة كبيرة للعلماء العرب. السنة اللي فاتت في نوبل للكيمياء في MIT وصلت لعالم من أصل تونسي، السنة دي في برضو نوبل للكيمياء دكتور عمر داغي في جامعة بيركلي، برضو من أصول أردنية فلسطينية، أصول عربية. وبالتالي وكان قبلهم دكتور أحمد زويل الرائد في المجال دوت سنة 1999 لما حصل على جائزة نوبل برضو في الكيمياء. وده بيثبت ان العلماء العرب لما بتاح لهم فرصة ان هم يقدروا يعملوا بحث علمي في تمويل كويس وفي إدارة كويسة، وبالتالي بيقدروا يحققوا انجازات علمية، لان هم مش اقل من اي حد موجود تاني في العالم بيقدر يكونتريبيوت للفكرة الكبيرة اللي هي زيادة العلوم والابتكارات والتكنولوجيا في العالم. طيب دكتور، يعني عندي فضول أن أعرف كيف بدأ شغفك بهذا المجال أصلاً؟ لا، الحقيقة هو بدأ من وأنا في الدراسة اللي هي الأندر جراد أو الدراسة الجامعية في مصر. لما كنت بدرس حركة الإلكترونات داخل الذرات، وبالتالي أنا كنت بتساءل مع نفسي طب إزاي العالم ده كله الناس حتى ما قدرتش إن هي تشوفه، ولكن قدرنا ببعض التجارب العلمية البسيطة إن إحنا نفهم عنه بعض الحاجات. فما بالنا لو قدرنا نصور هذا العالم كله، عالم الإلكترونات. وبالتالي كان شغفي بفكرة فتح مجال جديد لتصوير حركة الإلكترونات، وده اللي أخذنا عليه الجائزة بتاعة أسرع ميكروسكوب، لأن احنا تمكنا من تصوير حركة الإلكترونات جوه المواد زي الجرافين. وبالتالي شغفي بدأ من الوقت دوت، وطول الوقت بنحاول نوصل لهذا الهدف ان احنا نقدر نصور ونتحكم في حركة الإلكترونات داخل المواد، لأن هي بتحمل سر الحياة. نعم، العالم المصري محمد ثروت حسن، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في تريندينج.